علشان نفترض سيناريو بديل ليوليو لازم نعرف الاول كانت ايه الاوضاع قبل يوليو، والحقيقه ان كل المؤشرات كانت تنبئ ان في شيء كبير لازم يحصل لان الاوضاع كانت متأزمة على كل المستويات. الميزه الاساسيه في العصر ده كانت وجود حياه سياسيه، احزاب حقيقيه فيها سياسيين مخضرمين قادرين على الاداره. ولكن هل ده معناه ان مصر كانت بلد ديمقراطي؟ مقارنة باللي حصل بعدها لكن بشكل عام لا. مبدئيا في ال30 سنة اللي قبل 52 حزب الوفد صاحب الشعبية الأكبر حكم 8 مرات بس، لأن ببساطة الملك كانت من صلاحياته إقالة الحكومة، حل البرلمان، تأجيل الانتخابات، وياما عين حكومات تابعة تماما له ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أبرزها حكومة صدقي باشا. قصة احترام الملك للحكومة وعدم إقرار أي مصروفات أو اتخاذ قرارات إلا بالرجوع لها، فده حصل أيام ما كان الوفد في عز قوته وما كانش من مصلحة القصر إنه يتحدى الناس، وبضغط من الإنجليز وقت الحرب العالمية الثانية لأنهم ما كانوش عايزين قلق يجي من مصر، وكان وجود حكومة الناس راضي عنها هو الضامن الوحيد للاستقرار. وبيتجلى ده في حادث فبراير 42 يا تجيب النحاس باشا يا تمشي من العشر. لكن بعد الحرب الضغط ده ما عادش موجود، ده غير ان حزب الوفد فضل طبعا الحزب الاقوى ولكنه فقد كتير من شعبيته لدرجة انه فقد في الانتخابات الاخيرة 50% من الاصوات المؤيدة له، وده حصل لعدة اسباب. حادث 4 فبراير 42 الحزب اللي بنى شعبيته انه بيحارب الاحتلال جيب الاحتلال. والاخطر النزاع اللي حصل ما بين مصطفى باشا النحاس ومكرم عبيد باشا، واللي انشق عن الحزب والف الكتاب الاسود واتهم فيه الوفد بالفساد المالي. اخيرا انضمام عدد من الاقطاعيين والمنتفعين للحزب، وده خلى اداء حكومته الاخيره سيء جدا. كل ده شجع الملك فاروق على الاستبداد، خصوصا بعد موت حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، واللي فتح ابواب القصر للعناصر سيئه السمعه. اوضاع غالبيه الناس المعيشيه كانت صعبه جدا لان مرتبات الفلاحين والعمال وصغار الموظفين كانت هزيله جدا. مذكرات القائد الانجليزي توماس راسل اكدت ان الفلاحين كانوا بيتقاضوا قروش في اليوم وان بيوتهم كانت غير ادميه. يستثنى من ده طبعا بيت الرئيس عبد الواحد اللي فعليا اكبر من بيتنا. غير انتشار الامراض والاوبئه، يعني هنروح بعيد ليه؟ اشهر مطرب عندك مات بتداعيات البلهارسيا في الاربعينات من عمره رغم كل الامكانيات الصحيه اللي توفرت له لما اشتهر. فوق كل ده الاحتلال رغم انه خرج من الهند ومن سوريا، احنا عملنا كل حاجه من مفاوضات لكفاح مسلح لمجلس الامن وبرضه ما خرجش. التعليم وقتها كان ممتاز، وبعد صراع طويل مع الاحتلال اقروا الدستور انه ببلاش، ولكن للاسف ما كانش فيه عدد كافي من المدارس، فنظريا انت من حقك تتعلم، عمليا في مصريين كتير مش قادرين يتعلموا. ادرك الناس ان الاحتلال الاقتصادي اخطر بكتير من الاحتلال العسكري، وده لان الاجانب كانوا مسيطرين على الصناعه والتجاره بموجب امتيازات غير عادله منحها الاحتلال لهم. منها مثلا ان لحد سنة 49 ما دفعوش للدولة قرش ضرائب رغم كل المكاسب اللي حققوها. وانت بتتباكى على البقال الجريكي والكوافير الايطالي، اسأل نفسك هما جم اساسا ليه؟ فكان احد اهم المطالب للحركة الوطنية قبل يوليو تأميم الشركات الاجنبية والشركات ذات الامتيازات الاحتكارية وتمصير الصناعة. المصريين الاثرياء اغلبهم كان بيميل للزراعة، واللي كان بيحاول يأسس لصناعة وطنية كان بيصطدم بعقبة كبيرة جدا تحولت لأسباب كتير لكليشيه، وهي الإقطاع. مثلا نفوذ الإقطاعيين مكنهم إنهم يبيعوا المحاصيل بأسعار أعلى من قيمتها السوقية بكتير، فلو أنا صاحبة مصنع منسوجات وبشتري القطن هضطر إن أنا أشتريه بأسعار مبالغ فيها جدا، فده هيضطرني إن أنا أبيع منتجاتي بسعر عالي جدا في الوقت اللي البضائع الأجنبية بتدخل بدون جمارك، وبالتالي الناس تشتريها لأنها أجود وأرخص. كانوا بيستوردوا سلع كمالية جدا من غير جمارك خالص في الوقت اللي المصانع مش قادرة تجدد المكن. كمان نفوذهم خلى الضرائب أغلبها يقع على أكتاف المواطن العادي فيما يعرف بالضرائب الغير مباشرة، زي مثلا ضريبة القيمة المضافة، بينما الضرائب قلت كتير على أصحاب الثروات. فكانت حصيلة الضرائب الغير مباشرة 103 مليون، بينما حصيلة الضرائب المباشرة 24 مليون بس. فحتى البنك الأهلي واللي كان بنك إنجليزي وقتها طالب بإصلاح النظام الضريبي. أسعار مرتفعة فترة ما بعد الحرب، ضرائب مرتفعة، كل ده قلل القوة الشرائية للناس وخلق كساد. ضخامة الملكية الزراعية كمان أفسدت الزراعة نفسها لأنها بقت مصدر سهل جدا للربح، زيها زي تسقيع الأراضي في العصر الحديث. المالك بيأجر الأرض الوسيط، بيأجرها للفلاحين يزرعوها، فما بيهتمش بجودة المحاصيل طالما إن هو بياخد فلوسه، ولا الفلاحين بيهتموا لأنها مش ملكهم. فأصدر بنك التسليف الزراعي توصياته بأن الملكية الزراعية المفروض إنها ما تقلش عن 3 فدادين وما تزيدش عن 100 فدان. فخليني أخضك وأقول إن قانون الإصلاح الزراعي مش من اختراع يوليو، لا، كان مطروح قبلها، وتوزيع الأراضي على الفلاحين كان من ضمن برامج
حزب الوفد ومن وعود الملك فاروق نفسه في خطاباته، ولكن مش بنزع الملكية. فالفكرة المطروحة كانت ان كل أسرة تاخد 3 فدادين من الأراضي الحكومية والأوقاف الأهلية واستصلاح الأراضي البور، واللي هيشتري مستقبليا ما يشتريش أكتر من 100 فدان. طيب التخوف من تفتيت الملكية الزراعية بالوراثة كان معمول حسابه، قالك ان اللي هيرث فقط هو الابن الاكبر او الابن المشتغل بالارض، باقي الورثه الحكومه تديهم نصيبهم الشرعي نقدا على ان يرد الابن الاكبر ما دفعته الحكومه بالتقسيط. كل الظروف دي زائد ضعف الاحزاب في الوقت ده ادت لانتشار الفكر اليساري في مصر، اما الفكر الاشتراكي او حتى الجماعات الشيوعيه اللي انتشرت بكثافه في القاهره واسكندريه. داخل الوفد نفسه كان في الطليعه الوفديه، شباب اشتراكي لهم جورنال ناطق باسمهم وكان لهم 10 اعضاء في البرلمان. يكفي ان سنة 49 تغنت الست ام كلثوم من كلمات الشاعر احمد شوقي امير الشعراء بقصيدة ولد الهدى في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي احد الابيات وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الاشتراكيون انت امامهم. وده يقول لك قد ايه الفكرة كان لها رواجها بين الناس في الوقت ده. كان في نشاط قوي جدا للنقابات، وفي الفترة ما بين 47 ل 52 حصلت اعتصامات واضرابات غير مسبوقة في مصر. اضخمهم كان اضراب 24,000 عامل في المحلة، وحصلت اشتباكات مات فيها عمال للأسف. وطالت الإضرابات حتى ضباط الشرطة وأضرب 4000 ضابط لمدة يومين. أما عن مظاهرات الفلاحين فتصاعد العنف ووصل الأمر لحرق محاصيل وماكينات الري. في الأيام الأخيرة لحكمه كان الملك فاروق خلاص بقى بيتشتم علنا عادي، بس كان بيشار إليه بكلمة القصر، زي ما كان حسني مبارك بيتشتم علنا بس كان بيشار إليه بكلمة الراجل الكبير. فالوضع كان بلد مش قادر يخلص من الاحتلال، شارع مشتعل، اضطراب سياسي، اقتصاد تعبان. فالوضع ما كانش مشرق قبل يوليو، وما ننكر رغم ان كتير من الناس ما تعرفش ده ان يوليو حلت كتير من المشاكل دي، ولكن دعونا نسرح بخيالنا ونتخيل ان الحل اخذ اشكال تانية. اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله.